طيب، قال الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة، فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره. فمن ذلك السنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير منه أكثر، وليالي الوتر منه آكد، ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، وبعد الصبح وفي الليل. وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك. لا شك أن هناك حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في منامه بالآيتين من أواخر سورة البقرة. نعم. وكان يقرأ المعوذات، وكان يرقي بالفاتحة. وأبو سعيد الخدري عندما رقى ذاك الرجل رقاه بالفاتحة، وهذا ما جرى عليه في السلف حقيقة. ومنها في صلاة سنة الفجر كان يقرأ الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك في الوتر كان يقف على سور معلومة والجمعة، فلا بأس بذلك حقيقة، لكن ينبغي بالدليل على الدليل، يعني يأخذ بالدليل. المسألة إذا قام عليه الواقعة ما أرى عليها دليل، وياسين ما أرى عليها، لكن تبارك عليها دليل أنها منجية، ثبت أنها منجية. أي نعم، صح ولا لا؟ فياسين حقيقة كان يقرؤونها على الموتى، لكن جاءت بأثر ضعيف يعني حقيقة. أما الواقع لا أعلم فيها شيء يعني